مبروك الدوري للاهلي، مش مبروك ماتش الزمالك، لا، مبروك الدوري للاهلي. روح الفانيلا الحمراء امبارح رجعت. امبارح اللعيبه بتلعب بروح النادي الاهلي، وكل اهلاوي هيفهم كلامي. امبارح عشان ما انساش حد، كل اللعيبه بتلعب بمستوى غير ومستوى مختلف عن المطوشه اللي احنا شفناها قبل كده. امبارح تحكم في الماتش باستثناء الهجمتين اللي كانوا في اول 10 دقائق للزمالك، الانفرادين اللي هم كانوا ممكن يغيروا سير المباراه. لكن بالروح اللي احنا شفناها امبارح دي كان هيبقى عندنا ثقه، حتى ان احنا لو خسرانين 2-0 ان احنا نرجع تاني. اللعيبه امبارح كانت عايزه تلعب كوره، عندهم اصرار على المكسب. حسين الشحات غير المباراه، اليو ديانج نزل بيسوق، كوكا مسك بزيرة خلاه مش موجود وما جاش، رجعوا الاتوبيس تاني. امبارح نص الملعب بتاع نادي الزمالك انهك تماما من الشوط الاولاني. بجد برافو، وبرافو عماد النحاس في التغييرات. بجد امبارح اداء والاروع. الاهلي رجع، وما دام الاهلي رجع كله عرف تمامه، وكله هيعرف ان الاهلي تملي رقم واحد. كان معاكم ميدو الصباغ، وكان لازم ابارك لكل اخواتي الاهلاويه ولنفسي على المكسب والاداء والروح اللي بشدد عليها. اهم عنصر رجع لنا هو روح الفانيلا الحمراء. مبروك للنادي الاهلي، وتملي في المركز الاول ان شاء الله الماتش اللي جاي يا الماتش اللي بعده. اشوفكم على خير، السلام عليكم.